جودة من ندي اماميه كره خطيره، منطقه خطيره جدا، ولكن ممتاز يا شناوي، ممتاز يا شناوي، هجمه لسه في خطوره ولكن دفاع ممتاز مره ثانيه من محمد كوفي. يا على التالق، يا على الابداع، يا على التركيز العالي الكبير من احمد الشناوي، يظهر في الصوره ويظهر في الكادر ويتالق مشاهدينا ويقوم بدور الليبرو ويطلع كورته بره الملعب. يا على الخطوره، اخطر هجمه في انطلاقه سريعه، في هجمه جميله عنتريه موجوده في اداء ليوبار، ولكن ممتاز احمد الشناوي. تألق الشناوي، حط رجليه وطلع كورته. ادي اهو تحرك طولي كان من ندي، والتحام طبعا عادي جدا، التحام كوره، التحام كوره وسلامات سلامات للاعب رودي ندي. كان في اندفاع طبعا، ولكن على طول هو الشناوي بكل احترام بكل ادب داخل على الكوره. سلامات ان شاء الله سليمه باذن الله، ولكن وقعته تخوف، وقعت اللاعب رودي ندي اللاعب الكونجولي تخوف. اوه ده نزل على دماغه، يا ساتر يا ستار، استرها يا ستار، استرها يا ستار باذن الله، نزل على دماغه. ان شاء الله خير باذن الله، ان شاء الله خير. هذا هو الالتحام اللي كان حصل بين جان باتريك مع خالد قمر. سلامات لكل اللاعبين لكل النجوم باذن الله. كرة القدم طبعا للمتعة، للإثارة، للجمال، للروعة، للسلوك الرياضي الجميل والمحترم. الحمد لله سليم، الحمد لله سليم، الحمد لله سليم باذن الله. المهاجم رقم 7 المهاجم طبعا رودي ندي اهو الحمد لله فاق شويه. سلامات ان شاء الله باذن الله، ولكن الماتش حلو. الشوط الاول حتى الان شوط جيد، حتى الان طوال تقريبا يعني 20 دقيقه من عمر اللقاء. الزمالك متقدم بهدف واحد مقابل الشيء، هدف كان بقدم النجم بس مرسي في الدقيقه الثانيه من عمر اللقاء. سلامات باذن الله، ولكن طبعا وقعه قويه جدا صعبه جدا على دماغ اللاعب رودي ندي، ولكن التحام عادي، التحام كوره. وادي لعيبه الزمالك والشناوي بيطمنوا على المهاجم طبعا رودي ندي. هذا هو الاعاده مره ثانيه، هذا هو طبعا داخل على الكوره، داخل على الكوره بكل احترام، ولكن السقوط سقوط صعب قوي قوي قوي. يا ستار استرها باذن الله. وعلى دماغه اللاعب رودي ندي رقم 7 المهاجم، 25 سنه عمره، واحد من مهاجمي فريق ليوبار الكونجولي. ولكن السلامات، المهم طبعا اطمئنان على اللاعبين باذن الله. حكم اللقاء واقف المباراه طبعا لعلاج اللاعب والاطمئنان على اللاعب باذن الله. اللقاء يعدي على خير باذن الله. هذا الملعب الجميل ملعب بطرس بورد هنا في التجمع الخامس، مركز اول في الدوري المصري. طبعا نادي الزمالك برصيد 83 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي اللي عنده 77 نقطة. الزمالك متبقي له لقاءين في ختام الدوري، هيلعب يوم الأربعاء القادم مباراته مع طلائع الجيش، ثم الأسبوع القادم مع وادي دجلة. بيحتاج نقطة وحيدة من أجل يتوج رسميا بطل بهدفين مقابل شيء، وهزيمة أمام مصر بقصة 1-2، ثم هزيمة أخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل شيء. هم دول هزائم الزمالك في الدوري في هذا الموسم. سلامات للنجم الرودي ندي، ان شاء الله يكون سليم باذن الله ونطمن عليه باذن الله. ولكن طبعا يعني سقوط صعب قوي، ولكن الراجل طبعا بيتكلم الحمد لله كويس. طبعا هيكون تغيير اول اضطراري بالنسبه لفريق ليوبار، خروج المهاجم رقم 7 الرودي ندي. ده تغيير اول بالنسبه لفريق ليوبار الكونجولي، تغيير اضطراري.